يا صباح السعادة أو يا مساء السعادة بالتوقيت اللي بتشوفي فيه الفيديو. يلا بينا نتعلم وصفة جديدة في فيديو جديد. معاكم نيرة سليم في سنة أولى طبخ. تحياتي لجميع الناس اللي بتشوفني وتدعمني من جميع الدول العربية. طبعا شكرا جدا ليكم على كومنتاتكم الحلوة اللي بتديني طاقة إيجابية وبتخليني أقدم أفضل ما عندي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البيتي فور، حاجة كده حلوة قوي وهتعجب أولادك، وبسيطة خالص ما فيهاش أي حاجة صعبة. تعالوا مع بعض نقول مكوناتنا ايه. معانا ربع كوب من الدقيق، 2 كوب إلا ربع 250 جرام. معانا 200 جرام من الزبدة، يعني كوباية. معانا معلقة كبيرة من اللبن البودرة 15 جرام. معانا بضاية واحدة صغيرة بدرجة حرارة المطبخ 32 جرام. معانا 70 جرام من سكر البودر، تلت كوباية. معانا فانيليا، ذرة ملح، معلقة كبيرة كاكاو 15 جرام. انا بقول لكم بالجرامات وبقول لكم بالكوبايات، تمام. طبعا الزبدة لازم تكون معانا بدرجة حرارة المطبخ. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم، وهنجيب بولة. جبنا البولة. اول حاجة بإذن الله هننزل بيها الزبدة طبعا، وهنضربها لحد ما تنعم معانا خالص وتبقى كريمية. نبدأ نضرب واحدة واحدة. شايفين معايا ضربتها لحد ما بقت كريمي بالشكل الأمور ده كده. هضيف السكر البودر بتاعنا عليها، وهبدأ برضو أضربهم وارجع لكم عشان وقت الفيديو. ده الشكل بعد ما ضربناه في السكر البودر. شايفين بقى كريمي خالص ازاي. هبدأ أضيف البيضة بتاعتي 32 جرام. هضيف الفانيليا، رشة الملح، يا دوبك ذرة ملح كده برضو، وهضربهم وارجع لكم. وزي ما احنا شايفين كده كل المكونات اتضربت بقت شكل، شايفين بقت كريمة ازاي. ده القوام اللي مطلوب، كريمة خالص، تمام. هبدأ انزل بالمعلقة الكبيرة اللبن البودرة، هبدأ انزل بالدقيق، الكاكاو الخام في اخر حاجة خالص. هبدأ اخلط المكونات دي معايا واحدة واحدة بالشكل ده كده كده. انا عايزة دلوقتي المكونات بتاعتي تبقى زي الرمل، تمام. انا هعمل بايدي، شايفين ما شاء الله. وزي ما حضراتكم شايفين الاول كانت معايا عجينة زي الرمل، شايفين الوقت ده ملمسها. شايفين هو ده القوام اللي مطلوب، حاجة بجد جميلة قوي. طبعا الكاكاو ده بقى ايه لازمته؟ لو انا عايزه اعمل بوتفور بالشوكولاته هزود الكاكاو، مش عايزه مش هعمل. لكم مطلق الحريه في الاختيار. انا دلوقتي هقسم العجينه دي نصين، تمام. هجيب اول حاجه الميزان، عشان اعرف الوزن بالظبط، تمام. ده 255.
298 270 280. مش مشكلة يعني، دي 270 ودي 280. تمام. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. هبدأ ازود الكاكاو بتاعي على العجينة وهخلطهم مع بعض. ده شكلها معايا اهو، ودي السادة ودي بالشوكولاتة. تعالوا نشوف هنعمل ايه. طبعا العجينة بتاعتي انا هسيبها ترتاح، انا ما حطيتش فيها خميرة ولا حطيت فيها بيكنج باودر، انا مش عايزاها تنفش ولا اي حاجة. تمام. معانا بقى للتزيين البوتفور ايه، معانا شوكولاتة خام بنجيبها من عند ملتزم بتاع الحلويات. معانا شوكولاتة بيضة، معانا بندق، معانا فستق، معانا فورماسيه، معانا حبيبات من الشوكولاتة. اول حاجة هنبدأ نعملها هنسيح الشوكولاتة على بخار مية. جبت صينية دهنتها مادة دهنية، معلقة من الزيت ودهنتها. ممكن نحط ورق زبدة عادي جدا، مفيش اي مشكلة. كيس الحلواني بتاعنا او ماكينة البوتفور المتاح عندك اعمليه. هبدأ اخد العجينة وهحطها في الكيس بالشكل ده كده، وهبدأ ارفعها لحد ما توصل للشكل اللي انا عايزاه. انا شكلت الصينية اهو. هبدأ ادخلها الفرن على درجة حرارة 170 لمدة 12 دقيقة. وزي ما حضراتكم شايفين شكل البوتفور بتاعي لما طلع من الفرن، شايفين الجمال بجد ما شاء الله، حاجة حلوة قوي. وعملنا الكمية ديت بربع كيلو دقيق. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. حضرت طبق، معانا الشوكولاتة البيضاء اللي سيحناها على بخار المية، ومعانا شوكولاتة. هنعمل ايه؟ اول حاجة ديت بالشوكولاتة، فهنحطها في الشوكولاتة البيضاء. هنطلعها بقى، اذا كان عندك ورق زبدة مفيش فهنحطها في الطبق كده. هجيب كمان معلقة. البوتفور بتاعنا السادة انا حطيت هنا مربى مشمش اهيت، حطيتها في كيس عادي، كيس المطبخ، وهبدأ افتحه من هنا. وهجيب دي احط كده المربى، بتبقى طعم مربى المشمش حلوة في البوتفور. وهقفلها كده اهو، وهغمسها كده من فوق بالشوكولاتة والبندق بتاعي، يبقى بالشكل القمر ده كده اهو. وهعمل الكمية وارجع لكم عشان وقت الفيديو. قدمت البوتفور وعملته الاشكال ديت بالبندق، وده بندق وفستق، مربى وشوكولاتة وبندق، وفارماسيه وفستق بالاشكال القمر دي بربع كيلو دقيق. عملت احلى طبق بوتفور بجد حكاية. وطبعا الشكل بيتكلم عن نفسه. انا عايزة اوريكم، شايفين الجمال؟ حاجة كده جميلة وتفرحي بيها اولادك، هتعجبهم جدا بجد، حاجة حلوة قوي. لو الفيديو عجبكم ما تتأخروش عليا باللايك والكومنت والشير، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. دمتم سالمين أحبتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.